السلام عليكم حباباتي، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبتكم وصفة تاع بيتزا سهلة يعني خفيفة. هنا درت كاس ماء، 2 كيسان حليب، ومغرفة ونص خميرة تاع الخبز، ومغرفة تاع سكر كبيرة. نحركوهم، والملح، شوية تاع ملح، ونص قريب نص كاس زيت، ونخلطو كلش مع بعض. نخلطو كلش مع بعض، ومن بعد نزيدو الفارينة، نخلطو مليح كلش مع بعض باش تخلط لنا الزيت مع الحليب مع الخميرة. ونزيدو الفارينة على حسب العجينة تاعنا حتى تلمنا العجينة، تجي يعني بيتزا خفيفة بزاف وبنينة. نخلطو في الفارينة، نزيدو الفارينة. انا راني نخلط بالخلاط اليدوي حتى تتقلي شويه، ومن بعد نخلط بيدي هانيك. تقلت لي شويه، نزيدو الفارينة. انا هنا ما حبست لكمش باش تشوفوا بليك هايليك حتى تلمت لنا العجينه، باش تشوفوا بلي حتى تلم العجينه. دوك نحضروا لاصوص هاهيك. انا نخبيها في الفريجيدير، بعد نحي كي نسحق نحي. هايليك العجينه تاعنا خمرت، الله يبارك. دوك انا ندير واحده كبيره هاكو تشوفوا في سنيوه، نديرها ديريكت يعني كبيره. نضربو هكا. انا درت نص عجينه هنا في سنيوه، ومن بعد هذاك النص اخر ديرو صغار، ديرو قريصات صغار. دوك ندير لها لاصوص طوماط تاعنا، نديرو لها كاع ساير داير كيما راكم تشوفوا. نزينوها بالشويه تاع حبه زيتون اخضر. انا تزييني خفيف يعني. نديرو شويه حبه زيتون اخضر، وشويه فرماج، شويه فرماج تاع البواطه نديروه شويه شويه، ونزيدو له فرماج تاع المبشور نبشرو عليها فرماج. الكوتي هذا اللي كاين منا درت له شويه فلفل قطعته رقيق، والكوتي هذا خليته هكذاك، ولادي ما يحبوش. هم ديك القريصات اللي بقاو لي درتهم هكذا صغار، ندير لهم شويه زيتون وشويه فرماج، شويه جبن البواطه، ونزيد لهم زيتون اسود نزينوهم. هاي لك بيتزا تاعي الكبيره في سنيوه، هاي لك طابت. درناها شويه طوم من فوق، زيناها بالطوم، يعني خرجت ما شاء الله بنينه بزاف بزاف، والعجينه تاعها بزاف خفيفه كما راكم تشوفوا. زيناها بشويه زيت زيتون، درنا لها زيت زيتون باش تعرفوا. درنا لها كاع من الاطراف زيت الزيتون، وحبه زيت زيتون اسود كما راكم تشوفوها، يعني خفيفه. وهاي لك القريصه تاعنا دوك يطيبوا. هم لك في صحن التقديم. شهيتكم في الجنه، وخرجوني بزاف بنان وبزاف خفاف. بيتزا يعني لاباط تاعها خرجت لي بزاف خفيفه. جربوا الوصفه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.